سب وقذف يحاسب عليها القانون كبقية القوانين العربية. كبقية القوانين العربية، نعم، بشكل عام كافة القوانين تجرب السب والقذف والشتم. لكن التوصيف يبقى لاجتهاد القاضي. نحن قلنا بأن الوصف لو صح في شخص لعاقبه القانون على ذلك الوصف لا تعتبر جريمة. يعني مثلا لو تحدثنا عن سين من الناس، شخص من الناس قد سرق شيئا فقلنا له أنت حرامي، لو لم يكن سارق سيحاسب القانون على جريمة السب والقذف. نعم. ولكن لو كان سارقا إذا ثبتت عليه نعم. إذا ثبتت عليه بأنه سارق لن يحاسب القانون من أطلق كلمة حرام عليه. نعم. في حين أن العكس، لو هو لم يكن كذلك سيحاسب القانون من أطلق هذه الكلمة وفق جريمة السب والقذف والشتم وإلى آخره. فغالبا ما يكون الاجتهاد لقاضي المحكمة في تعيين الكلمة والوصف إذا كان هناك جريمة أو لا. يعني هنالك كلمات لا تحتاج إلى بحث. نعم. كالوصف، يعني نعم. أن نقول عن الرجل خائن أو نعم. عميل أو لص أو نعم. غير ذلك. نعم. فإذا ثبتت خرج منها نعم. الذي أطلقها تماما لم يعد تمام. يعني مذنبا، ولكن تمام. هنالك ألفاظ يعاقب عليها القانون. نعم. كالشتم. نعم. هنا تختلف، يعني جريمة السب والشتم والقذف تختلف، وتختلف أيضا طبعا سواء كانت في ضمن مادة إعلامية كالجريدة. نعم. وسواء كانت بينهما بدون وجود شاهد أو مع شهود أو في وسيلة إعلامية عامة. دعنا نتحدث عن الوسيلة الإعلامية نعم. العامة ولا سيما الفضائيات. نعم. حين ضربنا المثال الماضي في الشتم على الهواء مباشرة. نعم. يعني كيف يمكن لنا أن نوقف هذه الحالة لو تدخل القانون؟ يعني أن يشتم فلان فلانا على الهواء مباشرة. نعم. يشاهد هذا البرنامج ملايين الناس ومع نعم. ذلك هذا يشتم هذا، وقد يصل إلى أكثر من الشتم البذيء. هناك نعم. ألفاظ نعم. ربما لا يستخدمها نعم. حتى رجل الشارع العادي. أسمع منك الإجابة ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، ولقاء الأستاذ المحامي أحمد العمري والحديث عن الإعلام والقانون والمجتمع. أهلا وسهلا بكم من جديد. أستاذ أحمد، سألتك قبل الفاصل هذه الألفاظ نعم. البذيئة وتخطت الخطوط الحمراء، ربما أصبحت قانية، يعني زادت نعم. في اللون. نعم. تستخدم على الهواء مباشرة، وهنالك من يقول له أنا أحملك مثلا المسؤولية، أنت قلت علي كذا. كيف ينظر القانون إلى هذه الحالة من خلال الحالة الإعلامية؟ طبعا هذه جريمة، اتفقنا أن تكون جريمة لأنها مخالفة لنصوص قانونية. من خلال وسائل الإعلام يكون ظرف مشدد، لأن هناك فرق بين أنت يعني هذا هنا الشتم العلني. الشتم نعم. العلني بالضبط، ومن خلال وسائل نعم. إعلامية. استخدم وسيلة لإيصال الشتيمة. بالضبط. لم يكتفي بأن شتم بين شخص أو شخصين أو مجموعة أشخاص كما يقول القانون، هو استخدم وسيلة إعلامية توصل هذه المعلومة إلى ملايين البشر. نعم. ظرف مشدد. وطبعا يعني في هذه الحالة تحمل المسؤولية قد تختلف حسب مسؤولية التابع والمتبوع. نعم. نحن نريد مسؤولية الشاتم أولا. نعم. ثم نعم. مسؤولية القناة الثانية. نعم. نعم. يعني لربما لو أن الشاتم سيتحمل مسؤولية هذه بدون، يعني لا تقبل الخطأ لأنه فيها نص قانوني. لو أقيمت عليه الدعوة. لو أقيمت عليه الدعوة. نعم. قد تقام الدعوة على القناة. نعم. أو مثلا تقام الدعوة على الوسيلة الإعلامية كشخصية معنوية. نعم. يعني هذه القناة مرخصة للبث الإعلامي بالضبط. الأخباري إلى آخره. نعم. حدث الشتم بين الضيفين. الضيف الأول مثلا أراد أن يقيم دعوة، فهو يحق له أن يقيم الدعوة على الشخص الذي شتمه وأيضا القناة. نعم. هنا الفارق، يعني لو سب الشخص أو شتمه وعاد الثاني وسب وشتم ستكون دعوة متقابلة بين الطرفين. نعم. وتسقط وبالتالي سيتم التصالح وانتهاء الأمر. لكن لو كان شخصا يعني أكثر رزانة من آخر وتحمل السب والشتم دون أن يرد وخرج من القناة وأقام دعوة قضائية على الآخر وعلى القناة أيضا، قد تتحمل القناة تعويضا ماليا
طيب يعني هو أستاذ، يعني لو قلنا أن العقد شريعة المتعاقدين كما نقول في القانون، ماذا يعني يكون موقف القانون حينما يأتي مثل شخص ممثل أو محامي عن القناة ويقول لك يا أخي هذا الرجل حينما أتى نحن اتفقنا معه قد تتعرض لكذا وكذا ووافق مثلا يعني ليس بالضرورة أن يقول له ستشتم مثلا، ولكن أنت يعني قد تتعرض للإهانة أو تعرض من هو معك للإهانة، فهكذا يعني كيف يكون الموقف القانوني يعني؟ بالحصول على هكذا اتفاق سيكون تنازل منه عن حقه. يعني هناك عقد غير مكتوب بالمعنى الأدق، ولكن هناك اتفاق يعني شفوي. العقود طبعا نوعان، العقود الشفهية والعقود المكتوبة. فلو كان عقدا شفهيا ستحتاج القناة إلى وسيلة إثبات ما تم الاتفاق عليه. طيب إذا كان شكل البرنامج يأخذ مثل كطابع العرف المعروف عرفا مشروط شرطا، إذا كان عرف هذا البرنامج أن الداخل إليه سوف يتلقى هذه الأشياء، كيف يكون موقف القانون؟ العرف طبعا يكون متعارف عليه منذ فترات طويلة، أو ربما يكون هناك العرف ما تعارف عليه الناس. نعم. ربما هذا البرنامج يعني حديثا كيف يكون متعارف عليه بأنه قد يتعرض. نحن حين نتحدث عن يعني برامج قائمة لديها سنوات من العمر، دخلت في حتى سلوك الناس تماما، يعني كما تفضلتم في البداية. والرجل العادي المتابع للبرنامج يرى هذه الأشياء، فقط نحن نريد نوضح الواقع والموقف القانوني مما يحدث. يعني قد يدخل الشخص الذي تستضيفه القناة إلى باحة الاستوديو لغرض التسجيل، ويقرأ ورقة معلقة على الجدار أنه القناة غير مسؤولة عن ما يحصل في حالة اللقاء لو حصلت مشادة كلامية أو إلى آخره، فله أن يقبل ويستمر في اللقاء، يعني وله أن يرفض. يعني مجرد أن يجلس على الكرسي أصبح مقرا بقانونية القناة، وهو غالبا ما يتم الاتفاق عليه، يعني خصوصا لو كانت مقابلة بين شخصين أو أكثر، فربما يقول له مقدم البرنامج أو الإعلامي المسؤول عن البرنامج بأنه نحن غير مسؤولين، قد يحصل مشاددة كلامية فيما بينكم، فإن وافق خلاص انتهى الأمر. لو لم يوافق سيخرج ويعتذر ويقول أنا آسف لا أتمكن من إجراء المقابلة، وهنا تنتهي المشكلة. أما لو جلس فهذا موافقة منه ضمنية على أنه مهما تعرض إلى إهانة فإنه سيستمر في البرنامج. ويعني أعتقد هذا ما يحصل دائما، لأنه لو نلاحظ في البرامج التي غالبا ما يحصل فيها مشادات كلامية، وطبعا أنا لا أعتبرها برامج جيدة. البرنامج الذي يحدث فيه مشادة كلامية هي برامج يعني قد تخدش ذوق المستمع أو المتلقي. غالبا ما نلاحظ بأن شخص يبدأ بالكلام السيء والآخر لا يسكت، يرد عليه. هذا دليل على أنه هم الاثنين يعرفون بأنهم قد يتعرضون لهذا الكلام، لذلك يبادر أحدهما الآخر بالرد. وإلا لو هناك مثلا شخص قانوني أو يعرف ما سيحصل ربما لن يرد على الآخر ويخرج ويقيم دعوى قضائية. طبعا هذه يعني من النواحي اللي تحدثت عنها أنها في القانون هي مجرمة، ولكن لظروف القناة ومن يوافق على هذه الأشياء قد تسقط لديه الحق في المطالبة. نعم، هي لا تسقط الحق في المطالبة، تضعف، وإنما تعتبر تنازلا منه عن حقه في المطالبة أو في إقامة الدعوة. نعم. فمثلا تسقط جريمة السب والقذف بعد مضي فترة قانونية محددة بالتقادم، وهي أعتقد فترة قليلة، يعني 3 أشهر 90 يوم هكذا شيء. فسقوط هذه الجريمة بالتقادم يعني ليست بالجريمة، بينما هناك جرائم لا تسقط. دعنا نذهب إلى الجانب الآخر وهو الإعلامي، سواء الذي يعمل في الصحافة أو يعمل في البث الفضائي أو غير ذلك. دائما هذا الرجل بين قوسين الصحفي هو يركض وراء الخبر، فما أن يأتي بخبر ويعده سبقا خبريا ويكتبه في صحيفة على سبيل المثال أو مجلة، حتى تسارع الجهة أو الشخص الذي كتب عليه